السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ازيكم عاملين يا حبايبي طلاب الصف الثالث الاعدادي؟ معاكم مستر حسام طلعت، والنهارده هنبدأ سلسلة فيديوهات جديدة هنشرح فيها المنهج كله من اوله لاخره، ودي هتكون المراجعة النهائية بتاعتنا اللي ان شاء الله هندخل بعدها جاهزين ان احنا نقفل الامتحان ونجيب الدرجة النهائية. يلا بينا نبدأ. زي ما كلنا عارفين المنهج بتاعنا بيبدأ بيونت 7، ويونت 7 بيتكلم على الباسيف، والباسيف عندنا في زمنين. الزمن الاول هو البريزنت سيمبل او المضارع البسيط. بس قبل ما نبدا تعالى نفهم هو يعني ايه باسيف اصلا يا مستر. الباسيف هي جمله ما فيهاش فاعل. يعني ايه جمله ما فيهاش فاعل؟ قال لك يعني ما اعرفش مين اللي بيقوم بالفعل. طب ليه ما اعرفش مين اللي يقوم بالفعل؟ قال لك ما يشغلكش ان انت تفهم. كل اللي انت عارفه او اللي يهمك تعرفه ان الجمله دي ما فيهاش فاعل، سواء انا ما اعرفش الفاعل او الفعل اهم من الفاعل او الفاعل مش معروف اصلا. طيب البريزنت سيمبل او المضارع البسيط بستخدمه عشان اعبر عن 4 حاجات. اول حاجه كانت العادات، الحاجه اللي انا متعود اعملها، الهابتس بتاعتي. تاني حاجه كانت الفاكتس او الحقائق. تالت حاجه كانت جدول المواعيد ودي خدناها الترم الاول. ورابع حاجه كانت الحاله الاولى من قاعده اف ودي عندنا في يونت 8. طيب تعالى نعرف الاول البريزنت سيمبل تكوينه ايه في الاكتف. اكتف يعني معلوم، وباسيف يعني مجهول. تعالى نعرف تكوينه ايه في الاكتف. بص يا شباب، في الاكتف بتاعنا هنلاقي ان المضارع البسيط بيتكون من الاي والوي واليو والذي او البلورال ناونز، بيجي بعديهم الفعل في المصدر انفينيتيف بدون اي اضافات. انما مع الهي والشي والات والسنجلر اللي هي الاسماء المفرده بنجيب الفعل ونزود له اس او اي اس او اي اي اس. زي المثال الصغير اللي قدامنا هتلاقيني بقول لك he plays football every day، هو بيلعب كوره كل يوم. طبعا لازم نكون فاهمين كويس جدا ان هي او شي اللي انا بدات بيها دي هي الفاعل، هي السبجكت بتاعي، هي اللي بتقوم بفعل اللعب. هي تقدر تلعب؟ تقدر يا مستر، يبقى هي الفاعل بتاعنا. الجملة اللي بعديها كان they eat meat every weekend، هم بياكلوا لحمة مرة كل أسبوع أو في أجازة الأسبوع. هل هم يقدروا يقوموا بالفعل؟ هم يقدروا ياكلوا؟ يا مستر هم يقدروا ياكلوا، فبالتالي هم فاعل. طيب لحد هنا مفيش أي مشاكل. بعد كده دخلنا على طريقة النفي. إزاي أعمل نفي يا مستر في المبني للمعلوم في المضارع البسيط؟ قال لك بكل سهولة أنت هتستخدم don't أو doesn't. كلمة don't بتيجي مع الاي والوي واليو والذي وطبعا البلورال الأسماء الجامعة، إنما كلمة doesn't بتيجي مع الهي والشي والات والسنجلر الأسماء المفردة، وطبعا بيجي بعديهم الفعل في المصدر. زي مثلا اقول لك she doesn't play football، هي ما بتلعبش كوره، او they don't eat meat، هم ما بياكلوش اللحمه. ولما بنيجي نعمل سؤال بنرجع لكلام ابتدائي بقى واحنا عيال صغيره خالص، هنفتكر ان احنا بنعمل علامه المقص، فبدل ما كنت بقول she doesn't لا انا هبدل وهبدا does she، بدل ما كنت بقول they don't هبدل وهبدا do they. ده كان كل حاجة يهمك تعرفها باختصار شديد جدا عن المبني للمعلوم. تعالى بقى نخش عن المبني للمجهول، وده اللي عندنا جديد السنة دي. هنبدأ نعرف ان اول حاجة مبني للمجهول يعني باسيف. خلاص يا مستر احنا عرفنا الملحوظة دي مهمة وسهلة وبسيطة جدا. قال لك في الباسيف انت لازم تبدأ بمفعول او نائب فاعل او اللي هو بالانجلش اسمه OBJ اللي هو object. الاوبجكت يعني مفعول او نائب فاعل. طب يا مستر خلاص انا عرفت ان انا هبدا بالاوبجكت اللي هو مفعول او نائب فاعل. طب هو ايه المفعول او نائب فاعل ده؟ قال لك خلي بالك ان المفعول او نائب فاعل مش شرط يكون غير عاقل، بالعكس انت ممكن تبدا بعاقل ويكون مبني للمجهول عادي يكون مفعول. طيب اهم حاجه عايزك تكون مركز عليها كويس جدا هي ان اللي انت بادئ بيه دايما عشان اقول عليه مفعول واقول ان هو لا يقدر، نقوم جايبين تصريف ثالث. يبقى اهم حاجه ان احنا نقول اللي انا بدات بيه ده يقدر يقوم بالفعل، لو يقدر يبقى هو الفعل بتاعه خلاص قشطه. انما لو ما يقدرش يقوم بالفعل لا يا مستر ده ما يقدرش، يبقى مفعول، ويبقى في الحاله دي نجيب التصريف الثالث. تعالوا نبص كده على المثال الصغير ده. انا بقول لك فوتبول از، انا وقفت هنا لحظه صغيره. مستر هي الكوره تقدر تقوم بالفعل؟ هي الكوره تقدر تلعب نفسها؟ لا يا مستر الكوره تلعب، يبقى هنا لا تقدر، وفي الحالة دي تقوم جايب التصريف الثالث وتبقى مبني للمجهول. المثال اللي تحتيه يا مستر هي اللحمة تقدر تأكل؟ لا طبعا يا مستر اللحمة لا تقدر، وفي الحالة دي تبقى مبني للمجهول وتبقى اللحمة تؤكل. طب حبيت اعمل سؤال، قال لك لا خلاص ده مع الام والاز والار الكلام بيبقى سهل خالص، هتعمل مقص. بدل ما كنت بقول meat is eaten هسألك واقول لك is meat eaten وكمل عادي جدا.
تعالى بقى نخش على الملحوظات المهمه جدا اللي بتوقع طلبه كتير. ايه هي الملحوظات دي؟ قال لك بص يا سيدي، تعالى نبدا باول ملحوظه. بقول لك عند السؤال بهو، لما نيجي نسال باداه الاستفهام اللي اسمها هو، قال لك عشان اعمل سؤال مبني للمجهول واوله هو لازم اجيب باي في اخر الكلام، وباي دي بمعنى بواسطه. فلما تيجي تترجم هتلاقيني بقول لك هو از فوت بلايد باي، بواسطه، ببدا بواسطه من تلعب الكره، وهنا هي مبني للمجهول. طب يا مستر تاني ملحوظه مهمه جدا، قال لك خلي بالك مش عشان هي مبني للمجهول حرام اجيب الفاعل، لا اقدر اجيب الفاعل بس لازم اجيب قبله حرف الجر باي. فهقول لك ميت از ايتن باي احمد، اللحمه تؤكل بواسطه احمد. مين الفاعل بتاع الجمله يا مستر؟ الفاعل بتاع الجمله هو احمد، بس الجزء الاول من الجمله هو مبني للمجهول. طيب بعد كده قال لك خلي بالك الافعال الناقصه او المودل فيربز دايما بيجي بعديها بي زائد التصريف الثالث لما ابنيها للمجهول. فالمفروض يا مستر بدل ما هقول لك يو انت should study English، انت ينبغي عليك ان تذاكر انجليزي، انا شلت يو، شلت الفاعل وبدات بالمفعول اللي هو انجلش. بس هل الانجليزي يقدر يذاكر؟ لا يقدر. وطالما لا يقدر قمنا حاطين بعد should be والتصريف الايه؟ الثالث. قال لك خلي بالك الملحوظه اللي احنا قلناها في الاول وقلنا مهمه جدا، لازم دايما تكون مصحصح لها ومركز فيها جدا. اللي انا ببدا بيه لازم 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 يا شباب يكون لا يقدر، لانه لو يقدر يقوم بالفعل يبقى هو الفاعل، انما لو لا يقدر يبقى هو المفعول. تاني جزء عندنا في يونت 7 كان الجزء بتاع الباست سيمبل، بس برضه في الباسيف، المبني للمجهول في الماضي البسيط. وخلي بالك لان الماضي البسيط عندنا او الباست سيمبل عندنا بيتكرر كذا مره في المنهج. يعني هو عندنا في يونت 7، عندنا في يونت 9، وعندنا في يونت 10، وهيكرر تاني في يونت 11. فهو مهم جدا وهيكرر معانا كتير جدا، فنركز فيه كويس. الباست سيمبل في الباسيف عندنا لازم نكون عارفين ان احنا استخدامات الماضي البسيط الاول. قال لك اول استخدام ليه هو العادات في الماضي، بيعبر عن العاده في الماضي البسيط، احداث ماضيه، حاجه حصلت وانتهت. او الحاله الثانيه من قاعده اف، الحاله الثانيه من قاعده اف دي اللي عندنا في يونت 9 ان شاء الله. طيب هو ايه هو الماضي البسيط؟ الماضي البسيط هو التصريف الثاني للفعل، هو ثاني شكل للفعل. الافعال نوعين، لو هو regular فعل منتظم بنزود له دي او اي دي او اي اي دي، انما لو هو irregular فعل غير منتظم احفظه زي ما هو، زي مثلا كلمه جو لما نيجي نجيب الباست منها بنلاقيها بقت went لانها irregular او غير منتظمه. طيب تعال نشوف مثال. هقول لك they played football yesterday، هم لعبوا كرة امتى؟ امبارح. طيب she went to school امتى؟ last week، الاسبوع الماضي. يا مستر احنا هنا جبنا went علشان last week، هنا جبنا played علشان yesterday. لو حبيت اعمل نفي في الماضي البسيط بنستخدم didn't، بس اوعى تنسى ان didn't كان بيجي بعديها infinitive او فعل في المصدر. زي ما اقول لك they didn't play ball، هم ما لعبوش كوره. هنا شلت الاي دي وشلت كلمه yesterday، هل ده معناه الجمله بقت مضارع؟ قال لك لا، الجمله تظل ماضي. يا مستر ماضي ازاي؟ ده ولا فيها اي دي ولا فيها كلمه تدل على الماضي. اقول لك هنا بقى نبدا نركز على didn't. مين اللي يخلي الجمله دي ماضي؟ قال لك didn't يا مستر. ازاي؟ قال لك يا مستر ما هي didn't دي بتيجي اصلا في الماضي الايه؟ البسيط. تعال نشوف السؤال اللي بعده. هقول لك she didn't go to school، هي لم تذهب الى المدرسه. يا مستر ده انت جبت جو وشلت هنا الكلمه تدل على الماضي. اقول لك عادي بقى، ما انا عندي ايه؟ didn't هي اللي هتخليه ماضي. نفس الكلام بيحصل مع السؤال، انا بدات بديد فاعل زائد الفعل في المصدر، فاقول لك did they play ball، هل هم لعبوا كوره؟ يا مستر ده ما فيش ولا ماضي هنا ولا ماضي في الاخر. اقول لك عادي، ما هي did هي الماضي. ودي الكي ووردز بتاعت الباست سيمبل او الماضي البسيط، اللي هي yesterday، last ago، once، in the past، in زائد اي تاريخ قديم. طيب ده كان المبني للمعلوم اللي هو فيه فاعل. امال ايه المبني للمجهول بتاع الباست سيمبل بقى؟ قال لك بص يا سيدي، اول حاجه هنركز عليها زي ما اتفقنا ان اللي انت بدات بيه شرط يكون لا يقدر، ما يقدرش يقوم بالفعل. طب في المضارع كنت بجيب ام او از او ار، انما في الماضي طبيعي يا مستر تبقى ووز او وير. يا ماشي يا مستر خلاص، احنا عرفنا ان احنا هنا هنجيب ووز او وير زائد التصريف الثالث. فهقول لك الكوره، هل الكوره تقدر تلعب؟ لا يا مستر لا تقدر.
وطالما لا تقدر تبقى الكوره مفعول، وفي الحاله دي نقوم جايبين التصريف الثالث. مثلا هقول لك ذا فود الطعام، هو الطعام يقدر ياكل؟ هتقول لي لا يقدر يا مستر، فعشان كده قمنا جايبين ايتن تصريف ثالث لان الفود كان مفعول. ولو حبيت انفي قال لك حط وزنت او ورنت يا مستر، ده فيرب تو بي مش محتاجه. ولو حبيت اعمل سؤال يا مستر قال لك اعمل مقص وابدا بوز او وير. تقريبا ما كانش فيه اسهل من كده على البريزنت سيمبل والباست سيمبل في الباسيف، وده كان يونت 7. يلا بينا نخش على يونت 8 بسرعه. يونت 8 كان برضه من اليونتات السهله البسيطه الجميله جدا، وهو كان بيتكلم على اسلوب الشرط. هو يعني ايه اسلوب الشرط؟ اسلوب الشرط ده يعني انا بشرط عليك حاجه، بقول لك لو عملت الحاجه دي هيحصل الحاجه دي، ولازم نركز كويس قوي في الجزئيه دي ان اسلوب الشرط عندنا بسالك وبقول لك لو حدث هذا سوف يحدث هذا. الحاله الاولى عندنا بنستخدمها في ايه يا مستر؟ قال لك في 4 حاجات. لو انت جبت معاها ويل تبقى تنبؤ، انما لو جبت معاها كان تبقى القدره، كان يستطيع. لو جبت معاها مي تبقى احتمال، انما لو جبت معاها شد تبقى النصيحه. الحاله الاولى بتتكون من 3 اجزاء زيها زي اي حاله من حالات اف. الجزء الاول بيكون اسمه اداه الشرط واللي في الغالب هيكون اف. الجزء الثاني بيكون اسمه جمله شرط. جمله الشرط عندنا في الحاله الاولى هي مضارع بسيط. جواب الشرط بيكون فاعل واي حاجه من ال4 دول وبعديها الفعل في المصدر. طب تعالى يا مستر نشوف اول مثال عندنا. بقول لك اف لو بشرط عليك ان يو ران فاست تجري مسرعا، يبقى انا بشرط عليك الاول ان انت تجري بسرعه. طب لو جريت بسرعه ايه الجواب؟ ايه النتيجه؟ ايه الرد الجري ده؟ ان يو ويل ارايف ايرلي. بشرط عليك تجري بسرعه علشان توصل بدري. طب مستر هو انت لو غيرت يو وخليتها هي او شي او ات، قال لك بسيطه هنحط الاس او الاي اس او الاي اي اس لان ده مضارع بسيط. طب لو كانت نفي احط دونت او دازنت. طب يا مستر امال لو كانت مبني للمجهول باسف احط ام او از او ار زائد التصريف الثالث عادي جدا. تعالى بقى ندخل على الملحوظه المهمه دي. قال لك بص يا سيدي، لو انا ما حطيتش فاعل هنا في جواب الشرط قال لك تجيب الفعل في المصدر، ويبقى انت كده بتعمل امر. بنجيب الفعل في المصدر وكده احنا بنعمل فعل امر. ازاي يا مستر؟ يعني ايه يا مستر انت هتجيب الفعل في المصدر ويبقى امر؟ بص كده المثال ده، بقول لك if you need help، لو بشرط عليك ان انت تحتاج ايه؟ مساعده. call me، اول ما تحتاج مساعده بس ارفع عليها سماعه التليفون وهتلاقيني ايه؟ موجود. يبقى if you need help لو محتاج مساعده بامرك ان انت تكلمني. طيب خلي بالك ان انا ممكن اعكس، ابدا بجواب الشرط وبعديها اجيب اداه الشرط وبعديها احط فعل او جمله الشرط. بص كده بقول لك call me، اتصل بيا if you need help، كلمني لو احتجت مساعده. فانا بدات بجواب الشرط فعل بدات بجواب الشرط بعديها اداه الشرط بعديها جمله الشرط. انا لخبطت الترتيب بتاع الجمله. طيب قال لك خلي بالك احنا ممكن نسال باداه استفهام وبعديها نحط جواب الشرط بعديها اداه الشرط بتاعتنا وبعديها جمله الشرط. قال لك عادي. بص كده بقول لك وات ويل يو دو، هتعمل ايه؟ ماذا سوف تفعل لو انت معاك فلوس كتير؟ هتعمل ايه لو الظهر لعب معاك وبقى معاك فلوس كتير؟ بعد كده الجزء الثاني عندنا في يونت 8 كان بتاع الافعال اللي بتاخد تو المصدر والافعال اللي بتاخد اي ان جي. هقف لك هنا اللحظه علشان تاخد سكرين شوت. دي مجموعه مجمعه لاهم الافعال اللي بتاخد تو المصدر او بتاخد فيرب مضاف له اي ان جي. خدت سكرين شوت خلاص؟ طب تعالى بقى نشرح الجزئيه دي. قال لك بص يا سيدي، في عندنا جزئيه بينفع تاخد تو المصدر وبينفع تاخد اي ان جي بس المعنى ما يختلفش. يعني ايه؟ قال لك يعني مجموعه الافعال اللي انت شايفها قدامك دي لو انا جبت بعديها تو المصدر او جبت بعديها فيرب مضاف له اي ان جي الاثنين نفس المعنى مفيش فرق. ازاي يا مستر؟ قال لك يعني لو قلت لك I like to play صح، طب لو قلت لك I like playing برضه صح. هل في فرق في المعنى؟ بدون فرق في المعنى. طب هل هو دايما كده؟ قال لك لا. تعالى بقى بص لي هنا. قال لك الجزئيه اللي قدامك دي في فرق في المعنى. ازاي يا مستر في فرق في المعنى؟ قال لك بص، الافعال اللي قدامنا دي هي مجموعه افعال لو جه بعديها طول مصدر تديك معنى
لو جه بعديها اي ان جي تديك معنى تاني. زي مثلا اقول لك verb forget ينسى، فاقول لك لو forget تجي بعديها طول مصدر انت نسيت تعمل الحاجه اصلا، انما لو forget تجي بعديها اي ان جي انت عملت الحاجه وبعد كده نسيت ان انت عملتها. زي مثلا هقول لك you forgot to like and share my video، انت نسيت ان انت تعمل لايك اند شير، يبقى انت نسيت تعمل الحاجه اصلا، الحاجه تمت؟ لا. طب صاحب الجدع والطالب الشاطر بتاعي اللي انا بحبه هو عمل الحاجه بس كان ناسي، فدخل على الفيديو تاني عشان يعمل لي لايك وشير، لقى نفسه عامل اصلا، يبقى he forgot doing الفيرب بتاعنا. يبقى لو احنا جبنا اي ان جي فانت عملت الحاجه ونسيت ان انت عملتها، انما لو هي تو المصدر يبقى انت نسيت اصلا ان انت تعمل الحاجه. زي المثالين اللي قدامنا she forgot to buy milk، كده هي ما عندهاش لبن، هي نسيت تشتريه اصلا. انما لو قلت she forgot buying milk كده هي اشترت اللبن ثم نسيت ان هي اشترته. بعد كده عندنا verb remember يعني يتذكر، بس هي نفس الفكره. يعني ايه يا مستر؟ قال لك يعني remember لو بعدها تو المصدر انت افتكرت ان انت رايح تعمل الحاجه لسه هتعملها، انما لو هي اي ان جي انت عملت الحاجه وافتكرت ان هي خلصت خلاص حصلت. يعني مثلا لو قلت she remembered to call me هي افتكرت ان هي عايزه تتصل بيا فراحت خدت تليفونها وقامت ايه؟ مكلماني. انما لو قلت she remembered calling me هي افتكرت ان هي خلاص كلمتني وقالت لي على اللي هي عايزاه والموضوع انتهى. كلمة ستوب بمعنى يتوقف، بس يتوقف هنا برضه ليها معنيين. لو توقف جه بعديها تو المصدر يا مستر تبقى بمعنى ايه؟ قال لك لو توقف جه بعديها تو المصدر، لو هي ستوب تو المصدر يبقى انا كنت بعمل حاجه ووقفتها عشان اعمل حاجه ثانيه. يعني مثلا دلوقتي انا شغال حصه وقفتها لكي اكل، يبقى اي ستوبد تو ايت، انا وقفت الحصه علشان ايه؟ اكل. انما لو هي اي ان جي قال لك يا مستر اي ان جي دي بمعنى توقف نهائيا، فاقول لك we stopped driving احنا بطلنا سواقه، توقفنا عن القياده. كلمه regret بمعنى يندم، قال لك ريجريت ليها معنيين، لو جه بعديها تو المصدر هتبقى اسف على حاجه انا مضطر ان انا اعملها، انما لو بعديها اي ان جي انا ندمان على حاجه انا اصلا عملتها. فلو قلت لك I regret to tell you the bad news انا اسف على الخبر الوحش اللي هقوله، انا لسه ما قلتوش. انما لو قلت I regret telling lies كده انا ندمان ان انا بقول اكاذيب. ده كان يونت 8. فاضل عندنا جزئيه صغيره، هي الجزئيه دي نادرا لما بتيجي في الامتحانات، بس يلا بينا نقولها باختصار شديد جدا. الجزئيه اللي احنا هنقولها ديت يا مستر هي بعض الروابط، زي كلمة بيكوز. كلمة بيكوز يعني بسبب أو لأن، بيجي بعديها السبب وقبليها النتيجة. يعني مثلا هقول لك people can't live under water الناس ما تقدرش تعيش تحت المية. ليه ما يقدروش يعيشوا تحت المية؟ because بسبب، السبب اللي ما يخليهمش يعيشوا تحت المية إن they need air to breathe محتاجين هواء علشان يتنفسوا. قال لك خلي بالك بقى لو أنا ما جبتش because، لا ده أنا جبت this is because، قال لك لازم تحط نقطة. this is because دايما بيجي قبليها نقطة وبعديها السبب وقبليها النتيجة. يعني أنا لو قلت this is because أقوم حاطط الإيه؟ النقطة وبقى الجملة ماشية عادي. إنما كلمة that is why يعني لذلك السبب هي زيها زي because بس العكس، because بيجي بعديها السبب إنما that's why يجي بعديها صح النتيجة. فأقول لك people need air to breathe الناس محتاجة هواء عشان تتنفس، والسبب بقى معلش الناس محتاجة هواء علشان تتنفس، والنتيجة بتاعت ده احنا عشان محتاجين هواء نتنفس they can't live under water احنا ما نقدرش نعيش تحت المية لأننا محتاجين هواء عشان نتنفس. كلمة however بتعبر عن التناقض، بتقولك إن الحاجة دي مش ماشية مع الحاجة دي. زي مثلا أنا تعبان بس رحت الشغل، هل ده منطقي؟ لا. طيب يا مستر أول حاجة نعرفها إن however أولها حرف كابيتال لازم يجي قبليها نقطة، فأقول لك I was very tired يا عم ده أنا كنت تعبان قوي، however بالرغم من ذلك أنا ذهبت إلى العمل. يبقى however يا مستر بتفيد التناقض، قبليها حاجة مش ماشية مع اللي بعدها. الطبيعي إن أنا لو تعبان ما أروحش الشغل، بس أنا كنت تعبان ومع ذلك ذهبت إلى العمل. nevertheless نفس الموضوع يا مستر بتفيد التناقض. فمثلا هقول لك plastic is bad for the environment البلاستيك مضر جدا للبيئة. nevertheless وبالرغم من ذلك أو مع ذلك it's very easy to recycle مع ذلك احنا بنستخدمه عشان هو سهل في إعادة التدوير.
ندخل بعد كده على يونت 9. يونت 9 هيبدا الاول ان احنا نتكلم على الباست هابتس او العادات في الماضي، وهنبدا نتكلم على يوزد تو. قاعده يوزد تو هي عندنا تقريبا من السنه اللي فاتت، وهي من القواعد السهله والبسيطه اللي ما بتاخدش اي وقت في الشرح. قاعده يوزد تو بمعنى اعتاد ان، بمعنى انا كنت متعود اعمل الحاجه في الماضي، كان معتادا على فعل شيء ولكن توقف عن فعله. انت كنت في الماضي متعود ان انت تلعب كوره، انما دلوقتي بطلت. فالمثال هقول لك مستر حسام يوزد تو بلاي بول. مستر حسام كان متعود يلعب كوره، هل هو بيلعب كوره دلوقتي؟ لا. لو حبيت انفيها قال لك بتنفيها وبتبقى didn't use to. didn't use to بمعنى لم يكن معتاد ان، ما كانش متعود يعمل الحاجه بس دلوقتي بقى يعملها. يبقى didn't use to لم يكن معتاد على فعل الشيء ولكن بدأ في فعله. انما used to بمعنى كان متعود يعمل الحاجه وبطل يعملها. يبقى لو هي used to مثبته كنت بعمل بطلت، انما لو هي didn't use to منفيه ما كنتش بعمل وبدأت ان انا اعمل. مثال صغير هقول لك he didn't used to get up early. هو ما كانش متعود يصحى بدري، معنى كده ان هو دلوقتي بقى بيصحى مبكرا. مثال تاني هقول لك they didn't used to have a phone. ما كانش عندهم تليفون زمان، انما دلوقتي بقى عندهم تليفون. ركز قوي بقى في الجزئيه اللي جايه دي، لانها لما بتيجي طلبه كتير قوي 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 بتقع فيها. ايه الجزئيه دي؟ قال لك خلي بالك، هو ممكن يجيب لك السؤال they didn't used to win but now they، وقام حاطط لك النقط في الحته دي ويقول لك هنا هحط ايه. بص بقى يا سيدي، لو انا لقيت بعد used to او used to لقيت هنا فعل في المصدر، قال لك لو فعل في المصدر بودي الناحيه الثانيه do او does. يعني ايه يا مستر؟ قال لك يعني لو هنا في فعل في المصدر وهنا didn't منفيه، فهنا بودي لو هي they تبقى do، ولو هي he او she او it تبقى doesn't. وخلي بالك دي لو كانت used to كنت وديت هنا المنفي اللي هو don't او doesn't. طب يا مستر امال لو لقيت بي دي يا مستر اللي هي am، بي دي يا مستر اللي هي am او is او are. طب كلام جميل وزي الفل. يبقى انا لو لقيت بي اودي الناحيه الثانيه am او is او are، بس اوعى تنسى ان لو هنا كانت used فهتروح الناحيه الثانيه am not او isn't او aren't. كلام بسيط. قال لك خلي بالك بقى، لو انا لقيت am او is او are وبعديها used to، قال لك في الحاله دي تجيب الفيرب مضاف له ing. تجيب الفيرب اللي مضاف له ايه يا مستر؟ ing. ليه؟ قال لك لان دي هتبقى بمعنى كان وما زال. كنت بتعمل الحاجه دي زمان ولحد دلوقتي انت ما زلت بتعملها. هقول لك they are used to eating pizza. هم متعودين ياكلوا بيتزا، كانوا بياكلوا بيتزا وما زالوا ياكلوا البيتزا. بعد كده ندخل على تاني جزئيه في يونت 9، وهي الحاله الثانيه من قاعده if. احنا كنا لسه قايلين من شويه الحاله الاولى من قاعده اف اللي هي اف مضارع بسيط، الناحيه الثانيه فاعل ويل او كان او مي او شود زائد الفاعل في المصدر. الحاله الثانيه من اف هي هتبدا برضو باف اللي هي اداه الشرط. بعد كده جواب الشرط جواب الشرط اختلف، بعد ما كان مضارع بسيط بقى ماضي بسيط. ده تعالى التاني. لما جيت ابص لقيت عندي اداه الايه يا شباب؟ الشرط اف زي ما هي ما اختلفتش، بس لما جيت ابص هنا على جواب الشرط جمله الشرط معلش لقيت عندي ماضي بسيط، لقيت عندي ماضي بسيط في جمله الشرط بدل ما كان مضارع في الحاله الاولى. طب جيت ابص الناحيه الثانيه في جواب الشرط، بدل ما كانت ويل بقت وود، بدل ما كانت كان بقت كود، بدل ما كانت مي بقت مايت. يبقى يا مستر في الحاله الثانيه باختصار كده انا بجيب الماضي بتاع الحاله الاولى، بدل ما كان مضارع بسيط بقى ماضي بسيط، بدل ما كان ويل بقت وود، بدل ما كان بقت كود، شال معلش مي بقت مايت. بص المثال ده كده هقول لك if you come early، لو انت جيت بدري you would be able او you would meet مستر حسام. عيد تاني.
تعال نشوف المثال ده. بقول لك if you come early، لو انت جيت بدري you would meet مستر حسام، انت هتقابل مستر حسام. طب انا برضو مش فاهم يا مستر، هو ايه الفكره في الحاله الثانيه؟ قال لك بص يا سيدي، الحاله الثانيه بستخدمها عشان اعبر عن حدث شبه مستحيل. الحاجه دي شبه مستحيل ان هي تحصل امتى؟ في المضارع. وخلي بالك ان الناس فاكره ان عشان الحاله الثانيه انا جبت فيها ماضي بسيط يبقى هي ماضي بسيط، لا اوعى تفتكر كده، غلط. الحاله الثانيه انت اي نعم هتجيب ماضي بسيط بس هي بتعبر عن المضارع. بتعبر عن ايه يا شباب؟ صح كده. قال لك خلي بالك في عندنا استخدام خاص بالحاله الثانيه. احنا كلنا عارفين ان الاي بتاخد ووز ولا وير؟ ووز طبعا يا مستر. قال لك غلط، في الحاله الثانيه فقط الاي هتاخد وير، واحنا عندنا اكسبريشن على بعضه كده اسمه if I were you. يعني ايه if I were you؟ يعني لو انا مكانك. يبقى احنا عندنا اكسبريشن على بعضه اسمه if I were you، بمعنى لو انا مكانك. لو انا مكانكم يا طلبه يا حلوين I would study، كنت ذاكرت، يبقى انا بنصحكم تذاكروا. فاقول لك if I were you، لو انا مكانكم I would study. كده انا بنصح الطلبه اللي بتتفرج عليا دلوقتي ان هي تقوم تعمل ايه؟ تذاكر. بعد كده اخر ملحوظه عندنا في الجزئيه دي ونخلي بالنا منها كويس قبل ما ندخل على الجزئيه بتاعه المبني للمجهول في حالات اف. ايه هي؟ قال لك انت تقدر تستخدم unless بدل if not وتبقى بمعنى اذا لم. يعني ايه يا مستر؟ قال لك يعني بدل ما اقول لك if she didn't والفعل في المصدر اللي هو study، هقول لك unless she studied. تصريف تاني مش فاهم. قال لك يعني unless زائد مثبت. unless لو جه بعدها affirmative جملة مثبتة مساوية ل if زائد منفي في المعنى. طيب يا مستر ايه بقى الحته بتاعت الباسيف؟ قال لك خلي بالك ان انا ممكن سواء في الحاله الاولى او الثانيه بدل ما هجيب مضارع بسيط عادي انا هجيب ام او از او ار زائد التصريف الثالث. في الماضي البسيط يا مستر بدل ما هجيب ماضي بسيط عادي في الحاله الثانيه هجيب وز او وير زائد التصريف الثالث. يبقى هنا في الجزئيه دي هو بيربط لي يونت 7 بيونت 8 and يونت 9. يعني يقدر يجيب الباسيف بتاع يونت 7 في يونت 8 ويقدر يجيبه في يونت 9 برضه وبكده نكون خلصنا يونت 9 وندخل على يونت 10. المهم وصلنا ليونت 10. يونت 10 هتلاقينا يونت 10 هو تقريبا من اكبر يونتات المنهج بس اسهلهم وادفعهم. ليه؟ لان نصه كان عندنا الترم اللي فات. الجزء الاول اللي هنتكلم عليه في يونت 10 هو البريزنت بيرفكت او المضارع التام. ايه هو المضارع التام يا شباب؟ المضارع التام ده يا مستر احنا خدناه الترم الاول اللي كانت الكلمات الداله بتاعته just و already yet ever و never for و since been to و gone to و been in. طيب هو المضارع التام كان بيعبر عن ايه؟ كان بيقول ان الحاجه دي حصلت في الماضي وسايبه لي اثر. سايبه اثر امتى؟ دلوقتي في الحاضر، في الوقت اللي احنا فيه الاثر بتاعها موجود. بيكون من ايه؟ قال لك يا مستر ده بسيط قوي، ده هو هاف او هاز زائد التصريف الثالث في المعلوم، انما في المجهول بيبقى هاف او هاز بين زائد التصريف الثالث. بص كده الامثله المختصره دي احنا مش هنركز قوي في المضارع التام لان هو جزء قديم من الترم الاول المفروض نفتكره بسرعه. هتلاقيني بقول لك المثال الاول they have just studied، هم لسه مذاكرين توا او حالا. اقدر ابدل just ب already، وخلي بالك already تيجي في الجمله شغال، في النفي مفيش مشاكل، في السؤال اللي غرضه التعجب برضه تمام، في النص شغال وفي الاخر برضه شغال. فهتلاقيني بقول لك they have already studied تمام. طب they have studied already تمام. they haven't studied already برضه تمام. have they studied already وغرضه التعجب وبرضه شغال. بعد كده عندنا yet و yet يعني حتى الآن، فهقول لك they haven't studied yet أو have they studied yet. يبقى yet بتيجي في حاجتين وهما النفي والسؤال، بس خلي بالك إن مع yet السؤال بتاعها لازم له إجابة، إنما مع already ده سؤال غرضه التعجب والدهشة. طيب بعد كده يا مستر قال لك عندك ever. ever بتيجي في السؤال بمعنى سبق من قبل، بتسأل عن كل الخبرات السابقة. هقول لك have you ever studied English؟ هل سبق لك من قبل ان انت ذاكرت انجليزي؟ have you ever visited London؟ هل سبق لك من قبل ان انت زرت لندن؟ بس ever ينفع تيجي في حاجة تانية مع التفضيل السبريلاتيف. لو نفتكر كان عندنا الترم الاول الكومباراتيف والسبريلاتيف المقارنة والتفضيل. في التفضيل يا مستر هتلاقيني بقول لك this is the best film I have
ever seen. ده افضل فيلم سبق لي رؤيته، ده مفيش فيلم اجمد من كده. بعد كده عندنا نيفر. نيفر بتيجي مع النفي، بس خلي بالك ان نيفر النفي بتاعها بمعنى ابدا. يعني ايه يا مستر النفي بتاعها بمعنى ابدا؟ قال لك يعني الحاجه دي عمرها ابدا ما حصلت، بتنفع عن مره واحده؟ لا، ده بتنفع عن ايه؟ عن حياتك بحالها. فاقول لك I have never visited London. انا عن نفسي كمستر حسام I have never visited London. لم يسبق لي ابدا ان انا ازور لندن. بعد كده خلي بالك ان كلمة never ينفع تيجي مع المقارنة، فهقول لك مثلا I have never seen a taller girl than أسماء. أنا عمري ما شفت أو لم يسبق لي أو أنا أبدا ما شفتش بنت أطول من أسماء. طيب بعد كده عندنا الفرق بتاع فور وسنس، وخلي بالك ان فور ليها كلمات معينه وسنس ليها كلمات معينه، بس احنا كاختصار في الشرح بنقول ان فور بمعنى لمده، يجي بعديها مده الحدث قد ايه. مش هقول لك بدات امتى ولا هقول لك انتهيت امتى، بس هقول لك قعدت تعمل الحاجه قد ايه. انما سنس لا يا مستر، سنس تقول لك بدات امتى بس ولا تقول لك انتهيت امتى ولا تقول لك قعدت قد ايه. فهقول لك I have known محسن. انا عرفت محسن for 5 years. انا عارف محسن لمده 5 سنين. طب انت اتعرفت على محسن امتى؟ ما اعرفش. انما كلمه سينس هقول لك انا عرفته امتى. I have known محسن since 2019. انا عارف محسن منذ 2019. طب 2019 ده عدى على قد ايه؟ ما ينفعش تحسبها، لان انا ممكن اكون عملت الحاجه في 2019 وبطلت اعملها في 2020. بعد كده عندنا قاعده خاصه لسنس، قال لك خلي بالك ان انت ممكن تبدا بسنس ويجي بعديها ماضي بسيط، والناحيه الثانيه المضارع التام. فاقول لك since I arrived، من ساعه ما انا وصلت، منذ وصولي، يبقى ده بدايه الايه؟ الحدث. I have stayed in Cairo. انا من ساعه ما وصلت وانا قاعد في القاهره. بعد كده عندنا بنتو وجانتو. كلمة بنتو انت رحت المكان ورجعت منه، انما كلمة جانتو انت رحت المكان ولسه ما رجعتش بس هترجع. ليه يا مستر انت بتركز على كلمة بس هترجع؟ قال لك لان احنا هنزود واحدة كمان اسمها بين ان، هنقولها دلوقتي، بس خلينا الاول نقول بنتو. بنتو بمعنى انت رحت ورجعت، فهقول لك I have been to work. ده انا رحت ورجعت من الشغل. I'm at home now. انا دلوقتي في البيت. انما I have gone to انا ذهبت ولسه ما رجعتش. هقول لك I have gone to work. انا ذهبت الى العمل. I will go back home. ده انا لسه هرجع بعد 5 ساعات، ساعتين، ايا كان الوقت اللي هرجع فيه. كلمة بين ان بقى دي بمعنى ذهب ومكث. انت رحت ومكثت في ذلك المكان. انا ما اعرفش بقى انت هترجع ولا لا، فهقول لك هو has been in Alex all his life. هو في اسكندريه، ماكث في اسكندريه طول حياته. هل انا اعرف هو هيرجع من اسكندريه او هيسيب اسكندريه او هيرجع منها؟ ما عنديش اي فكره. بعد كده كان عندنا في يونت 10 الجزئيه الجديده بقى، تبدا عندنا بالبريزنت بيرفكت بروجريسيف او كونتينيوس اللي هو المضارع التام المستمر. ايه الفرق ما بين التام العادي والتام المستمر؟ الدرس ده من الدروس المهمه جدا وهيتكرر عندنا في ثالثه ثانوي ان شاء الله. البريزنت بيرفكت كونتينيوس المضارع التام المستمر. ماله؟ قال لك بص يا سيدي اقرا معايا كده، هو حدث بدأ في الماضي، يعني هو مش مضارع. ده انت بدأت امتى؟ بدأت الحاجة دي من بدري ولسه شغال فيها لحد دلوقتي. يعني ايه يا مستر؟ بص يا معلم، هقول لك I have been studying for 3 hours. I have been studying for 3 hours. I haven't finished yet. أنا بذاكر بقالي 3 ساعات ولحد دلوقتي ما خلصتش. يبقى بدأ في الماضي ولسه شغال معايا لحد دلوقتي. طب ليه استخدام تاني؟ قال لك حاجة استمرت شوية في الماضي، انت قعدت تعملها لمدة معينة والأثر بتاعها هو اللي موجود دلوقتي. زي مثلا هقول لك it has been raining all night. الدنيا طول الليل بتمطر والأثر ان هي دلوقتي ايه؟ all the streets are muddy. كل الشوارع مبتلة. الدنيا استمرت امبارح بالليل طول الليل، حددت لك المدة اللي استمرت فيها المطرة، والاثر ان دلوقتي الشوارع مبتله. تعال نشوف القاعده بتاعتنا. قال لك في القاعده بتاعتنا انت بتبدا بفاعل او ضمير عادي يا مستر، هاف او هاز، مفيش اتفه منها. بعد كده لقيت كلمه بين، وفرق كويس قوي. بين اللي كانت فوق هنا
كان بيجي بعديها التصريف الايه يا شباب؟ التالت، وبتبقى مبني للمجهول. ركز معايا كويس قوي. يبقى بين يا مستر لو جه بعديها تصريف تالت تبقى مبني للمجهول، انما بين اللي معانا هنا بيجي بعديها فيرب بلس اي ان جي. ايه الفرق بقى؟ قال لك لو انا جبت بين وبعديها فيرب مضاف له اي ان جي، انت كده ما بقتش مجهول، انت كده بقيت مستمر. بص كده المثال ده، they have been studying all day. دول بيذاكروا طول اليوم. they haven't، هم ما زالوا لم ينتهوا بعد. بص المثال التاني، he has been sleeping for hours now. ده دلوقتي في الوقت اللي انا بكلمك فيه هو بقاله كام ساعة نايم، هو مستمر في النوم واحنا ايه بنتكلم عليه دلوقتي. قال لك خلي بالك ان ما اقدرش استخدم المضارع التام المستمر لو ذكرت الحاجه حصلت كام مره. ليه بقى؟ قال لك ما هو انا لو عارف الحاجه حصلت كام مره هل انا لسه مستمر فيها؟ ما انا ما اقدرش اعدها غير لو خلصتها. ما ينفعش اقول لك انا بقرا 5 صفح من الكتاب، لا، هقول لك انا قرات 5 صفح من الكتاب. لو قدرت اعرف عدد مرات تكرار الحدث ما يبقاش مستمر، يبقى تام عادي. يعني انا ما ينفعش اقول لك I have been drinking 3 اللي خلى الجمله دي ما تنفعش ان انا حددت الايه؟ العدد، ما تنفعش. انما تبقى I have drunk، have او has زائد التصريف الايه؟ الثالث. قال لك خلي بالك ان التام المستمر ما ينفعش استخدمه مع حاجه اسمها stative verbs. ايه هي الستيتيف verbs؟ قال لك الستيتيف verbs دي باختصار شديد جدا هي الافعال التقريريه او افعال الحاله، افعال لا يمكن اخليها مستمره، زي verb know يعرف. كلمه يعرف ما بيتحطلهاش اي ان جي، بس ينفع تكون في التصريف الثالث، ينفع تكون في التصريف الثالث. بعد كده ندخل بقى على الدرس اللي احنا لسه اول مره ناخده في المرحله الاعداديه. ده من اهميته عندك في اولى ثانوي، وعندك في ثانيه ثانوي، وعندك في ثالثه ثانوي. يبقى الدرس ده يا مستر استحاله طنشه واستحاله انساه، بس طبعا كل سنه بتاخد فيه جزئيه جديده او جزئيه زياده. تعال نعرف ايه هو الماضي التام. اقرا كده معايا، الماضي التام هو الحدث الاول او الحدث الاقدم. يعني ايه يا مستر هو الحدث الاول او الحدث الاقدم؟ قال لك بص يا سيدي، انا اكبر اخواتي. انت كده عرفت ان انا عندي اخوات تانيين، صح؟ ينفع اقول انا اكبر اخواتي من غير ما يبقى في اخوات تانيه؟ ما ينفعش. ينفع اقول مستر حسام جه الاول من غير ما يبقى في حد جه التاني؟ برضه لا يا مستر. عشان كده احنا وصلنا للملحوظه الثانيه ان لا يمكن استخدام الماضي التام بمفرده. استحاله نهائيا اجيب الماضي التام في جمله لوحده، لازم الماضي التام دايما يكون معاه ماضي بسيط. بص كده معايا على القاعده، فعل او ضمير زائد هاد زائد التصريف الثالث، وده بيكون مبني للمعلوم. طب لو حبيت اخليها مبني للمجهول هتبقى مفعول او نائب فاعل هاد زائد بين زائد التصريف الثالث. بص كده بقى على الجمله اللي قدامنا دي، he had eaten، هو اكل. ايه ده يا مستر؟ هي الجمله دي مظبوطه صح؟ ما انت بادئ بفاعل هاد تصريف ثالث. قال لك غلط. ليه يا مستر غلط؟ ليه يا شباب الجمله دي غلط؟ معلش هو هنا في غلطه في الملزمه. هي الجمله دي غلط مش عشان ما فيهاش فاعل، هي علشان لعدم وجود ماضي بسيط. الجمله دي غلط علشان ما فيهاش ماضي بسيط، واحنا قلنا الماضي التام لازم دايما يكون معاه ماضي بسيط يا شباب. طب تعال نكمل. تعال بقى نبدا ناخد الروابط بتاعتنا اللي هتخلينا نحط ماضي بسيط. عندنا after as soon as و when. تعال نبدا ب after. قال لك after يعني بعد. تاني واحدة كانت as soon as بمعنى بمجرد أن. تالت واحدة هي when بمعنى عندما. بيجي بعديهم الماضي التام، وخلي بالك الماضي التام دايما احنا اتفقنا حدث أول، الماضي البسيط احنا اتفقنا حدث تاني. طيب يا مستر بص كده المثال ده، بقول لك after he had arrived، يبقى هو وصل الاول وبعدها قمت قايل لك احمد called me. بعد ما I had arrived، بعد ما انا وصلت، احمد اتصل بيا او كلمني. ايه اللي حصل الاول؟ انا وصلت الاول، ماضي تام. الحدث الثاني ان احمد اتصل بيا او كلمني. طيب يا مستر لو انا جبت الرابط في النص، قال لك عادي، يفضل الماضي التام بعده والماضي البسيط يرجع في البدايه. فاقول لك احمد called me as soon as I had arrived. بس اللي انا عايز افهمه هنا، هو انا بدلت وجبت الماضي التام في الاخر، هل ده معناه ان ترتيب الفعل اتغير؟ قال لك لا، هو ترتيب الجمله اتغير، انما يظل في الجمله دي ان انا وصلت الاول واحمد اتصل التاني. ازاي يا مستر؟ اقول لك يا حبيب قلبي الماضي التام هو الحدث الاول سواء جبته في البدايه او في النص او في النهايه. طيب خلي بالك بقى من السؤال ده. السؤال دوت كان فيه تركايه كده بيضحك عليك بيها.
انت هنا بدات بافتر، تقول لي بس يا مستر انا طالب ممتاز وشاطر وذاكرت، وافتر بيجي بعديها الماضي التام. هديك لحظه تعمل ستوب للفيديو بتاعنا وتجرب تفكر في السؤال ده. طيب رجعت لي، هقول لك كلكم طبعا قلتوا لي يا مستر الاجابه هاد دن. طبعا هاد دن تكون اجابه غلط. ليه يا مستر؟ فكرني كده وارجع معايا بالذاكره لورا بتاع دقيقتين ثلاثه. ايه هو الماضي التام؟ هتقوم قايل لي يا مستر الماضي التام بيتكون من فاعل زائد هاد زائد التصريف الثالث. انا هنا ما لقيتش الايه؟ الفاعل. يبقى لما يبقى عندي بدون فاعل انا ما عنديش فاعل، نجيب الفيرب مضاف له ing وتبقى الجمله after doing my homework. بس خلي بالك لانها افتر فاللي بعديها هو الماضي التام حدث اول، والماضي البسيط هو حدث تاني. فهمنا الفكره بتاعت ان مفيش فاعل نقوم جايبين الفيرب مضاف له ing. اوعى يضحك عليك في الامتحان وتتلخبط في الجزئيه دي لانها مهمه وبتوديه في داهيه. طيب يا مستر بعد كده عندنا عكس افتر. عكس افتر عندنا بيفور. عكس افتر عندنا ايه يا شباب؟ بيفور. بيفور بيجي معاها باي ذا تايم او وين. بيفور يعني قبل، انما باي ذا تايم يعني بحلول وقت، وطبعا وين يعني عندما. انا عارف ان انت دلوقتي بتقول لي يا مستر ما انت لسه قايل لي فوق ان وين بيجي بعديها ماضي تام، هتيجي دلوقتي تقول لي ان بيجي بعديها ماضي بسيط. هقول لك ان وين دي ليها قصه لوحدها هقول لك عليها في الاخر. بيفور وباي ذا تايم وين بيجي بعديهم ماضي بسيط زائد ماضي تام. ايه يا مستر ده؟ قال لك ما هي بيفور يعني قبل، فطبيعي اللي هيجي قبلها هيبقى حصل الاول ولا الثاني؟ يعني لو انا بقول لك قبل ما اكل انا ذاكرت، ايه اللي حصل الاول؟ يا مستر انت ذاكرت الاول، يبقى اللي بيجي بعد كلمه قبل هو الحدث الثاني ماضي بسيط. فلما تيجي تعكس المثال بتاع فوق لقيتني بقول لك بيفور احمد كولد مي، قبل ما احمد يتصل بيا I had arrived، قبل ما احمد يكلمني انا كنت اصلا وصلت. يبقى اللي حصل الاول يا مستر؟ ده انا وصلت الاول ماضي تام، احمد اتصل بيا ماضي بسيط. طبعا لو حطيت الرابط في النص يفضل اللي بعديه معاه والماضي التام يجي في البدايه. نفس الفكره هنا، هديك فرصه تفكر في السؤال وترجع لي على طول. طب الحمد لله على سلامتك. طبعا انت المره دي ما قدرتش اضحك عليك وكله قال لي الاجابه كولينج يا مستر. ما هو ما فيش فاعل بدون فاعل. بعد كده يا مستر عندنا تل وانتل. تل وانتل دول سهلين خالص، هم بمعنى حتى بيجي قبليهم ماضي بسيط منفي، والماضي البسيط بيتنفي يا اما بديدنت يا اما بوزنت يا اما بورنت، وممكن انفيه بنيفر. وبعد كده نحط الرابط بتاعنا اللي هو تل او انتل، والناحيه الثانيه الماضي التام، وتبقى بمعنى انا لم افعل هذا حتى فعلت هذا. بص المثال كده I didn't play، انا لم العب حتى I had done my homework، انا ما لعبتش لحد ما عملت واجبي. ايه اللي حصل الاول؟ اللعب ولا الواجب؟ طبعا يا مستر هنا الواجب الاول. بعد كده عندنا so. بص يا سيدي كلمه so او that's why بمعنى لذلك، بيجي بعديها النتيجه. النتيجه يا مستر طبيعي، هو ايه اللي بيحصل الاول؟ سبب ولا نتيجه؟ انا سامعكم كلكم بتقولوا لي يا مستر السبب الاول وبعد كده النتيجه، فبالتالي السبب هيكون ماضي تام والنتيجه هتكون ماضي بسيط، وعشان كده جبنا بعد سو ماضي بسيط وقبليها ماضي تام. بص كده لقيتني بقول لك I had studied hard، انا ذاكرت بجد الاول. سو لذلك نتيجه المذاكره كانت ان I passed، انا نجحت. عكسها because معاها اختها اسمها as، والاتنين بمعنى بسبب او لان. يجي بعديهم السبب اللي هو ماضي تام حدث اول، وقبليهم النتيجه اللي هي ماضي بسيط حدث تاني. فلقيتني بقول لك انا نجحت. ليه؟ لماذا؟ ايه السبب؟ ايه اللي خلاك تنجح؟ ان I had studied hard، وده كان الحدث الاول. وده كان اخر يونت 10، ويلا بينا ندخل على يونت 11. هتلاقيني بادئ يا مستر بليسن 3 و4. هتقول لي ده يا مستر فين 1 و2؟ هقول لك بص بقى ما تتعبنيش معاك، ما هو 1 و2 دوت يا مستر بيشرح الباست سيمبل، والباست سيمبل ده احنا قلناه في يونت 7، وقلناه تاني مع يونت 9 مع حاله اف الثانيه، وقلناه في يونت 10 مع الماضي التام. سيبك منه بقى. طيب ايه يونت 11 الدرس الجديد؟ قال لك ده درس اول مره تسمع عنه، بس هو عندك السنه الجايه في اولى ثانوي وعندك في ثالثه ثانوي، هو درس مهم جدا. الريبورت سبيتش او الكلام المنقول. قبل ما نبدا نشرح كده وقبل ما نبص في الحوار ده كله، تعال نفهم يعني ايه كلام منقول. بص يا سيدي، الكلام المنقول يعني حد حكى لك موضوع وانت رحت تنقله.
فانت عندك طريقتين تنقل بيها الكلام بتاعي، حاجه اسمها الطريقه المباشره وحاجه اسمها الطريقه الغير مباشره. لو انت تنقل كلامي بطريقه مباشره فانت كده بتعمل دايركت سبيتش، بتنقل الكلام زي ما انا قلته بالظبط، بتغير في حاجه او بتعدل في حاجه، لا، هتنقله من على لساني بالظبط من غير لا تزود ولا تنقص. انما يا مستر لو انت بتنقله بطريقه غير مباشره وبتحب تحط التاتش بتاع المصريين، هتعدل في الجمله وتنقلها بطريقتك الخاصه. طب انا مش فاهم، انا دلوقتي بقول لكم انا جعان، طب انا جعان امتى يا شباب؟ انا جعان دلوقتي وانا بتكلم، صح؟ فلو انت هتنقل الكلام بطريقه مباشره هتقول مستر حسام جعان امتى؟ حالا دلوقتي. انما لو هتنقله بطريقه غير مباشره، لما رحت تنقل بطريقه غير مباشره هتقول مستر حسام جعان دلوقتي؟ استحاله، انت رحت تنقل الكلام دوت بعد يوم، بعد 2 ب3، هل انا لسه جعان؟ لا. فلما تروح تنقل الكلام هتغير الزمن، هتروح تقول مستر حسام قال ان هو كان جعان. وهي دي الفكره بتاعتنا كلها، ان احنا نقدر نحول من مباشر لغير مباشر ونعرف تحويلات الازمنه. طيب تعال نشوف. بص يا شباب، قال لك في المباشر بتكون الجمله كالاتي، وعلامه المباشر دايما ثابته. عشان اعرف ان الجمله مباشره لازم الاقي فيها علامتين التنصيص. مستر حسام said to me، مستر حسام قال لي، قال لك ايه؟ I am working now، دي جمله مباشره، انا خدت الكلام زي ما مستر حسام قاله بالظبط. مستر حسام قال انا اعمل الان، مضارع مستمر، فضل مضارع مستمر زي ما هو، ما غيرتش اي حاجه. القاعده بتاعت الجمله المباشره قال لك انت بتبدا بفاعل او ضمير، بعدها فاعل القول، وده ليه حوار لوحده هنقوله دلوقتي. المفعول مش اساسي، ليه؟ قال لك لان في افعال قول بيجي بعدها مفعول، وافعال قول ما يجيش بعدها مفعول. وهنا جمله كامله ايا كان زمانها، مضارع، ماضي، مستقبل، ويل، كان، مي، اي حاجه ما يفرقش معايا. في الغير مباشر بقى خلينا بس كده ايه نعمل زوم اوت عشان نبقى شايفين المثالين جنب بعض. بص بقى، لما تيجي تبص على المثالين اللي جنب بعض دلوقتي، في المثال الاول كان مستر حسام، فضلت مستر حسام زي ما هو. كلمة سيد تو اتحولت بقت تولد، ليه بقى؟ قال لك بص يا سيدي، كلمة سيد تو دي بتيجي في المباشر فقط، انما لما اجي اعملها غير مباشر بتتحول تبقى تولد. ليه؟ قال لك لان سيد تو في المباشر بعديها مفعول، طب في الغير مباشر مين اللي بيجي بعديها مفعول؟ تولد. طب يا مستر بعد كده قال لك انا لاحظت ان انت شلت علامتين التنصيص وحطيت ذات، وخلي بالك ذات مش دايما الاقيها موجوده، ممكن الاقيها وممكن ما الاقيهاش، بس اللي انا عارفه ان الغير مباشر مستحيل الاقي فيه، في الغير مباشر مستحيل الاقي علامات تنصيص. طيب وبعد كده انا لقيت يا مستر ان الاي اتغيرت وبقت هي، هو انت جبت هي دي منين؟ قال لك هو مش انت لما جيت تنقل الكلام قلت ان هو، وهو دي عايده على مستر حسام اللي هو انا؟ فعشان كده انت حولت من اي لهي. طب لو هنا كان اسم بنت كانت جنى، كانت مريم، كانت منى، كانت ندى، كانت تبقى شي، وهكذا. طيب يا مستر بعد كده انت ليه غيرت الان بقت ووز؟ قال لك بص يا سيدي، فكره التحويل كلها من مباشر لغير مباشر ان انت لما بتروح تنقل الكلام بتغيره من مضارع لماضي، من كان لكود، من شال لشود، من مي لمايت، وهكذا. ايا كان الفعل اللي معاك بتجيب الاقدم منه، يعني لو هي هاف وهاز هاد، طب دو داز ديد، ايا كان الفعل اللي معاك بترجعه للاقدم منه. تعال بقى بص على القاعده بتاعه الغير مباشر. قال لك انت هتبدا بفعل او ضمير، بعديها فعل القول، وقلنا احنا هتلاقي افعال القول وهنقولها دلوقتي. بعديها مفعول، بعد كده ذات، قلنا ذات مش اساسيه. الضمير ده لازم ارجعه يعود على الفاعل بتاعي، وبعد كده نرجع بزمن الفعل، يعني لو ام واز تبقى ووز، ولو ار تبقى وير، وهكذا. بعد كده سيبك من الجزئيه بتاعه الملحوظات دي، تعالى ندخل على الجزئيه بتاعه تحويل افعال القول. بص يا سيدي، دي افعال القول اللي عندنا، دايركت مباشره، اندايركت غير مباشره. بص يا معلم، اول 3 اللي من غير تو ما بيجيش بعديهم مفعول، انما ال3 التانيين اللي بعديهم تو بيجي بعديهم مفعول، ودول بيتغيروا. يعني ايه؟ قال لك يعني سي مباشر وغير مباشر ما تفرقش معايا، وسيز مباشر وغير مباشر، وسيد مباشر وغير مباشر. انما يا مستر لما جيت قلت سي تو او سيز تو او سيد تو، قال لك لا تتغير. ليه بقى؟ قال لك لان سي تو وسيز تو وسيد تو ما تجيش في الغير مباشر، امال لو هي سي تو تتحول لتل،
ولو هي says to تتحول لتيلز، ولو هي said to تتحول وتبقى told. مستر انا عايزك تركز لي كويس قوي على سيد وتولد. ليه بقى؟ قال لك لان دول اكتر حاجه بتيجي في السؤال، وسيد وتولد هم اللي فيهم الشغل كله، هم اللي هنغير فيهم الزمن ونشتغل. امال باقي الكلام ده ايه؟ قال لك بص بقى، نرجع هنا تاني، هتلاقي في الجزئيه دي ان عندنا بعض الحالات ما بغيرش فيها الزمن. يعني ايه؟ قال لك يعني لو از تفضل از، ولو ار تفضل ار، ولو ويل تفضل ويل. ايه يا مستر الحاجات دي؟ قال لك بص يا سيدي، طيب بص بقى يا معلم، عندنا 3 حالات ما غيرش فيهم زمن الجمله ويظل الزمن كما هو. يعني ايه؟ قال لك يعني لو مضارع يفضل مضارع، مستقبل يفضل مستقبل، ايا كان ايه هو بيفضل زي ما هو ما بغيروش. قال لك اول حاجه لو فعل القول مضارع، دي اللي احنا لسه قايلينها. انا قلت انا بشتغل على سيد وتولد، لو اي حاجه تانية ماليش دعوه بيها، لان لو فعل القول مضارع يفضل الزمن زي ما هو. فلو از تفضل از، ووز تفضل ووز، ار تفضل ار، اي حاجه بتفضل زي ما هي. قال لك لو الكلام لسه متقال او لم يمر عليه فتره طويله برضه ما غيرش الزمن، زي عمر سيد، عمر قال امومنت، ده عمر لسه قايل حالا. هو كده الكلام اللي عمر قاله لحق يقدم؟ لا يا مستر ما لحقش يقدم، يبقى يفضل الزمن زي ما هو. قال لك لو الجمله بتعبر عن حقيقه ثابته، زي ايه؟ زي ان المدرس قال لك الارض بتدور حوالين الشمس. ايه يا مستر هي الارض بتدور حوالين الشمس؟ طب ينفع اروح انقل الكلام ده اقول الارض كانت بتدور حوالين الشمس؟ لا انت كده عكاك يا عم الحاج، دي حقيقه، والحقائق لا تتغير، الحقائق يا شباب لا تتغير. طيب بعد كده بقى ندخل على الجدول ده. الجدول ده انت لو قدرت تحفظه انت تضمن ان انت مش هتغلط ابدا في الدرس ده. هسيب لك لحظه تاخد سكرين للجزء الاول، بعد كده تاخد سكرين لباقي الجدول. تمام، يلا بينا نقول ايه هو الجدول ده. بص يا شباب، الجدول ده بيقول لك على التحويلات اشهرها واهمها وبتعامل معاها ازاي. بص يا سيدي، قال لك اول حاجه كلمه ناو بتتحول تبقى ذن. ناو دي اصلها كان ام او از او ار، فلما اتحولت بقت ذن جت مع ووز او وير زائد الفيرب زائد اي ان جي. طب كلمه ذس بقت ذات. ليه؟ ما هي ذس للمفرد القريب، فلو انت رحت تنقل الكلام هل الحاجه لسه قريبه؟ لا يا مستر بقت بعيده، فعشان كده نقلتها للمفرد البعيد. طب كلمه ذيس ما هي جمع قريب يا مستر، فنقلتها للجمع الايه؟ البعيد. طب وهير هنا انا بقول لك الحاجه دي هنا دلوقتي، فانت لما تروح تنقلها هل هي لسه هنا؟ لا يا مستر هتقول بقت ذير هناك. طب today تبقى that day، tonight تبقى that night، وهكذا. طب مستر ايه بقى اللي انت كاتبه جنبهم بالاحمر دول؟ قال لك بص يا سيدي، ده اختصار ليك سهل وبسيط جدا. قال لك لو لقيت ذن بتجيب ووز او وير اي ان جي. طب لو لقيت ذات او ذوس او ذيس قال لك او ذير، ذات او ذوس او ذير. الناحيه الثانيه يا اما اجيب ماضي بسيط يا اما ماضي مستمر. طب لو لقيت ذات داي او ذات نايت او ذات افترنون يا اما هجيب ووز او وير اي ان جي، يا اما ممكن في بعض الحالات النادره هنا الاقي حاجتين كمان، يا اما هلاقي هاد زائد تصريف ثالث، يا اما هلاقي ماضي بسيط. بس طبعا الحته دي مش منتشره قوي. بعد كده يا مستر تومورو وتومورو مورنينج، نيكست ويك، نيكست فرايداي، وكل الكلمات دي قال لك بيتحولوا يبقوا ذا نيكست day او the next morning، the following week، the following day. اول ما بشوف اي حاجه من اللي معاهم the next دول او the following بدل ما هي will خليتها would، بدل ما هي am و is و are going to بقت was او were going to. طب يا مستر دول كانوا الماضي البسيط، الماضي البسيط اللي اقدم منه يرجع يبقى ماضي تام. فلو هي yesterday اللي هي تصريف تاني انا اقوم جايبها هاد زائد التصريف التالت. فلما معناها تيجي على the day before، the previous day، the week before، the previous week او before و earlier بجيب معاهم هاد زائد التصريف التالت. هنا بقى بعض تحويلات الافعال عشان نكون فاهمين احنا بنحول ازاي. فام واز بيتحولوا يبقوا was، are تبقى were، have وhas بيبقوا had، do does يبقوا did، اس واي اس واي اس بيبقوا دي او اي دي او اي اي دي او التصريف الثاني للافعال غير المنتظمه. معلش انا كان في غلطه، كانت مكتوبه اس مكان دي. بعد كده جو قال لك ترجع وتبقى went. طب لو هي اصلا went ماضي بسيط ترجع للماضي التام اللي هو had زائد التصريف الثالث. طب لو هي did تبقى had والتصريف الثالث اللي هو done. طب لو هي was were
تبقى هاد، والتصريف الثالث منهم اللي هو بين. طب يا مستر لو هي كان كود شال شود مي مايت ويل وود وهكذا، بس خلي بالك ان لو هي ماست بترجع وتبقى هاد تو، وده كان يونت 11. يلا بينا نبدا على يونت 12. طيب يلا بينا نكمل في يونت 12. بصوا يا شباب، يونت 12 هو كان من اسهل يونتات المنهج، وكان متكرر عندنا في الترم الاول وفي ثانيه اعدادي وفي اولى اعدادي، ودرس الفيوتشر هو بيتكرر عندنا تقريبا كل ترم. بصوا يا شباب، اول قاعده عندنا هنتكلم عليها هي ويل في المستقبل. خلي بالك ان ويل او وونت بيجي بعديهم الفعل في المصدر وقبليهم فاعل او ضمير، بس الفكره امتى استخدم ويل، امتى استخدم جوينج تو، امتى استخدم ام واز وار اي ان جي، وامتى استخدم اس ويس واي اي اس. قال لك اول استخدام لويل هو التنبؤ بس بدون دليل. انا بتوقع بتنبأ، عندي دليل يا مستر؟ لا والله يا حبيبي ما عنديش، فهقول لك I will do the homework، انا هعمل الواجب. خلي بالك ان حتى لو قلت I am sure مش دليل، وخلي بالك ان الصفات الشخصيه والجسديه لا تعتبر دليل. يعني ما ينفعش اقول احمد is fast، احمد سريع، هل ده دليل انه هيفوز بالسباق؟ لا. ليه يا مستر؟ ما هو سريع، مش يمكن في حد اسرع منه في السباق. فالصفات الشخصيه والجسديه لا تعتبر، ركز معايا، الصفات الشخصيه والجسديه ما ينفعش اقول ان انت ذكي، مش دليل ان انت هتنجح. ما ينفعش اقول انت سريع، مش دليل ان انت هتفوز بالسباق. ما ينفعش اقول انت قوي هتفوز في الخناقه، برضه لا. الصفات شخصيه او جسديه لا تعتبر دليل. طب يا مستر بعد كده قال لك الوعد والتهديد اللي هو البروميس، يوعد، او ثريت يهدد. هقول لك I will send you to prison، انا بهددك ان انا هدخلك السجن، وده بيكون threat. العرض والطلب، الاوفر والريكوست، بعرض عليك حاجه او بطلب منك حاجه. العرض والطلب، الاوفر والريكوست، زي المثال اللي قدامنا. هقول لك I'm thirsty، انا عطشان. will you get me some water، انا عطشان، ممكن تجيب لي شويه ميه اشرب؟ طيب يا مستر القرار السريع، قال لك القرار السريع حاجه مش محتاجه تفكير، انا ما بفكرش، انا بنفذ. زي ايه؟ الباب بيخبط هفتح، التليفون بيرن هرد. حاجه انا ما بفكرش فيها بنفذها على طول. زي مثلا the phone is ringing، الهاتف بيرن، I'll answer the phone، ده انا هرد عليه على طول. الحقائق المستقبليه، ودي متصله او مرتبطه بالعمر او السن. زي المثال اللي قدامك ده، مستر حسام will be 26 next August، مستر حسام هيتم 26 أغسطس أو أغسطس القادم. بعد كده الجزئية دي كانت عندنا في يونت 8 اللي هي الحالة الأولى من قاعدة if. هو هنا الجزئية دي برضو مكتوبة غلط، معلش، هنشطب على كلمة الصفرية. هي الحالة الأولى من قاعدة if، زي المثال اللي قدامنا ده if you come early، لو جيت بدري you will meet مستر حسام، لو جيت بدري انت سوف تقابل مستر حسام. بعد كده عندنا الكلمات اللي قدامنا دي اللي هي think وبريدكت وهوب وشور واكسبكت، وعندنا كمان بقى possible وcertainly، وكل الكلمات اللي بتفيد التنبؤ او التوقع في المستقبل، الاحتمالات في المستقبل بتيجي مع will. الجزئيه بقى اللي كانت عندنا جديده في القاعده دي او الاستخدام الجديد عندنا مع will هو ده. قال لك ازاي اعبر عن القدره في المستقبل؟ قال لك هتستخدم will be able to، بمعنى سوف يكون قادرا على. انت تقدر دلوقتي؟ لا ما اقدرش. هتقدر في المستقبل؟ هتقدر. يبقى will be able to سوف يقدر على. امتى؟ دلوقتي؟ لا لسه في المستقبل. فهقول لك they will be able to achieve their dreams، هم في المستقبل هيقدروا يحققوا احلامهم. يقدروا يحققوها دلوقتي؟ لا يا مستر، ده لسه امتى؟ في المستقبل، لسه ما جاش. مثال تاني هقول لك I will be able to buy the new car، انا هقدر اشتري العربيه الجديده. امتى؟ انا اقدر اشتريها دلوقتي؟ لا يا مستر معيش فلوس، لسه في المستقبل. بعد كده عندنا النفي بتاعها اللي هو won't be able to، اللي هو لن يكون قادرا على. فهقول لك they won't be able to، هم مش هيقدروا ينجحوا لو ما ذاكروش كويس. هنا بعبر عن عدم القدره، ودي الجزئيه اللي كانت جديده عندنا في اليونت ده. بعد كده الجزئيه الثانيه كانت going to.
going to برضه بمعنى سوف زيها زي will، بس الفرق ان دي بتيجي مع التنبؤ لازم احط دليل. لازم احط ايه يا شباب؟ لازم احط دليل. فبقول لك it's getting cloudy، السماء مغيمه، ده دليل ان it's going to rain. لو السماء مغيمه في غيوم كتيره في السماء ده دليل ان هي هتمطر. ممكن اجيبها مع الخطه والنيه والقرار. خطه يعني بلان، النيه يعني intention، والفيرب منها هو intend. اوعى تنسى ان ممكن بدل ما الاقيها intention الاقيها intend بمعنى ينوي او intended نوى. decision والفيرب منها هو decide، وفي الماضي decided. يا مستر انا لما اشوف اي حاجه من دول اقدر استخدمها مع going to. تعال نشوف المثال. لقيتني بقول لك I'm going to become a doctor، انا عايز ابقى دكتور. ليه؟ ده it's my plan، ده ايه؟ خطتي. مثال كمان هقول لك I am going to visit Alex، انا سوف ازور اسكندريه. وقمت مكمل وقايل لك I have decided that، ده انا اخدت قراري. بس خلي بالك سواء هي خطه او نيه او قرار، هل انا بدات انفذها ولا هو مجرد كلام لسه في دماغي؟ قال لك لا يا مستر ده مجرد كلام في دماغك. قال لك بعد كده احداث على وشك الوقوع، حاجه قربت تحصل وفي الغالب في دليل عليها. فبقول لك احترس، انتبه، العربيه هتخبطك. انا شايف عربيه جايه بتجري بسرعه وممكن تخبطك، فبنبهك ان انت قربت تتخبط. ده حدث على وشك الوقوع او على وشك الحدوث. مراجعه سريعه على جزئيتين كانوا عندنا الترم الاول. الجزئيه الاولى هي الاس والاي اس والاي اس، بيعبروا عن المستقبل مع جدول المواعيد. فاقول لك the plane leaves، الطائرة تغادر، أو the train arrives، القطار يصل. كان عندنا am و is و are ing بتيجي في التحضير والترتيب. أنا بدأت أنفذ الحاجة بتاعتي، أنا خلصت تخطيط، خلصت نية، خدت قراري، بس بدأت بقى إن أنا إيه؟ أنفذ، بدأت أنفذ الفعل. وطالما بدأت أنفذ الفعل في الحالة دي بنجيب إيه يا شباب؟ بنجيب am و is و are زائد الفيرب زائد ing. أتمنى تكونوا استفدتوا بسرعة من الشرح السريع بتاعنا، وإن شاء الله الفيديو الجاي هتلاقوا فيه الحل بتاع الملزمة كله، وهنعمل فيديو خاص بحل المحافظات بتاعة السنة اللي فاتت كلها إن شاء الله.